التطور الاقتصادي اللي محمد علي عمله أثر بقى هنا على البناء الاجتماعي اللي هو قصده على إيه؟ قصده على طبقات المجتمع. فمن هنا يجي لك سؤال يقول لك: كان لسياسة محمد علي الاقتصادية أثرها في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر؟ يعني محمد علي اللي مهتم بالزراعة والصناعة والتجارة ونقل المواصلات، هل الكلام ده أثر على البناء الاجتماعي أو طبقات المجتمع؟ طبعا صح. قال لك في طبقات ظهرت وفي طبقات اختفت. اول بقى ناس انتهى نفوذهم كان المماليك كهيئه حاكمه، يعني المماليك خلاص بقاش يحكموا. طب مين اللي حل محلهم؟ اسره محمد علي وبعض العناصر التركيه. في بقى بعض العناصر تضاءل نفوذهم، اللي هم بقى مين؟ اللي هم علماء الازهر والقيادات الشعبيه. طب مين بقى اللي ظهر مكانهم؟ طبقه الاعيان. الاعيان دول اللي هم مين؟ اللي هم ملاك الاراضي الزراعيه. خلي بالك محمد علي لما وزع الاراضي على الفلاحين، هنا بقى ظهرت بقى طبقه الاعيان. زائد كمان طبقه ظهرت اللي هي طبقه عمال الصناعه، اللي هم الصبيه اللي جمعهم عشان يشتغلوا في المصانع. وفي بقى حاجه كانت موجوده ايام الدوله العثمانيه وفضلت زي ما هي، اللي هي مين؟ اللي هي طوائف